السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قضيه جديده وقصه جديده، في قصه وعبره. ما تنساونيش بالدعم ديالكم بالاشتراك ولايك وتفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وشي تعليق ديالكم زوين. اليوم عندي لكم قصه مغربيه واقعيه صادمه غادي دينا لمدينه التصويره باش نكتشفوا واحده من اخطر الجرائم اللي مازال هازه الراي العام حتى لدابا، والناس كاملين كيهضروا عليها. نهار 2 يونيو 2024 مع اذان العصر بالضبط، منين كانت عائشه في السوق حتى كيجيها واحد الاتصال من رقم مجهول. كتجاوب حتى كتفاجئ بالبوليس كيبلغوها انها خاصها تمشي عندهم دغيا. كتصدم عائشه وكتحس ان بنتها وقعت ليها شي حاجه خايبه. نمشيو نتعرفوا على اش بغاو البوليس من عائشه واش وقع في هذه القصه ديال اليوم. بداو على بركه الله. القضيه ديال اليوم هي قصة ديال الشابة المغدورة اللي سميتها خديجة، من مواليد 1997. زادت وكبرات وسط عائلة بسيطة ومحترمة على قد الحال. امها ربات بيت محترمة، كرست حياتها لدارها وولادها، وباها راجل كيضرب تمارة في المرصى باش يوفر لهم لقمة العيش، والام مكلفة بالتربية ديال الوليدات. خديجة كانت معروفة بدارهم بالزين ديالها وطبيعتها الزوينة، وكانت حنينة في والديها وحتى الاحترام كل شيء كان كيشهد ليها به. كتعاون في كل شيء وما عندها حتى مشكل، لكن الحاجه الوحيده اللي ما كانتش زوينه في حياتها هو انها ما كملاتش قرايتها، او بالاحر ما بغاتش تكمل قرايتها. وقفات في واحد المرحله وقررت تخرج من المدرسه. عائلتها ما بغاوش يخليوها بلا حرفه، بقاو كيضغطوا عليها وكيقلبوا ليها على شي معهد باش تدخل ليه، حتى كيلقاو ليها واحد المعهد ديال الخياطه والتحقات به. وكانت خديجه فرحانه بزاف حيت عندها ميول كبير لهذا المجال من الخياطه والفصاله، وكانت كتفنن فيه. ما خداتش وقت طويل حتى ولات كتبان عليها الحرفه ولات كتقنها مزيان. ومنين سالات وخدات الدبلوم ديالها بدات كتقلب على خدمه. خدمات في بعض المحلات ديال الخياطه قريبه من دارهم، وبدات كتربح شويه الفلوس. هكا شويه بشويه جمعات شويه ديال الفلوس ومشات شرات واحد الماكينه ديال الخياطه باش تبقى تخدم غير من الدار، حيت كان عندها طموح كبير تبني المستقبل ديالها خطوه بخطوه. مع الوقت بداو الجيران والناس كيتثقوا في الخدمه ديالها ولاو كيجيو عندها حتى للدار، حتى ولات معروفه في هذه المرحله. تقدم ليها واحد السيد باش يخطبها، ولكن خديجه قالت لهم انا مازال ما كنفكر في الزواج، هي باغا غير تخدم وتوقف على رجليها وتعاون والديها، ورفضاتو. الامور بقات هكا حتى سنه 2024. في واحد النهار جات واحد الجاره عندهم اللي كانت الام ديال خديجه كتعرفها من زمان. بعد شويه ديال الهضره سولاتها واش خديجه مخطوبه ولا عندها شي علاقه. الام قالت لها لا، خديجه ماشي ديال هذا الشيء واصلا باقا صغيره وما كتفكرش في الزواج دابا. الجاره قالت لها الصراحه بنتك عجباتني وما كرهتهاش لولدي. الام هنا رحبت بالفكره وقالت ليها جيبي ولدك شي نهار وتعرفوا على بعضياتهم. داز تقريبا شي يومين، جات ديك الجاره هي والابن ديالها اللي كانت زاد في 1992 وكان خدام أستاذ ديال الابتدائية في مادة الرياضيات. هضر مع خديجة شوية ومشى. الأم ديال خديجة بقات كتسول في بنتها واش عجبك هاد الدري. خديجة فاجأتها وقالت لها باينة فيه ولد الناس، غير هو حشومي وما كيهضرش بزاف. وافقت بشرط واحد انها تبقى خدامة في الماكينة ديال الخياطة. الأم ديال الشاب قبلات وقالت ليها مرحبا واش حنا نقدروا نخسروا لك خاطرك، المهم هو انك تخدمي في دارك وما تخرجيش برا حيت ولدي ما غيبغيش. ووافقوا وخلاو الهضره هنايا. جا نهار اللي غيحدوا فيه الخطوبه وفرحوا بهم. من بعد العائله ديال العريس بقات كتضغط باش يديروا العرس بالزربه حيت ولدهم معطل في خدمته وما عندوش الكونجي وما عندوش حتى الوقت بزاف. الام ديال خديجه كانت باغيه تعطل شويه باش يزيدوا يتعرفوا عليهم، ولكن مع الالحاح ديال العريس وافقات. وبالفعل داروا العقد والحنه وبداو كيوجدوا العرس. ولكن في نهار العقد وقعت اول حاجه غريبه. ملي العدول سولها على الشروط ديالها قالت لي بغيت نبقى خدامه. في لحظه كل شيء كيبقى ساكت ومصدوم. ملي العريس كيوقف وكيقول للعدول انا ما موافقش على هذه الخدمه حيت الراجل اللي مرتو كتخدم ماشي راجل. مع هاد الصدمه خديجه وافقات باش ما تحشمش بوالديها وتضيع فرحتها، ومع راسها كتقول حتى نتزوج ونقدر نقنعو ان شاء الله ويخليني نخدم. وما كانتش عارفه اش كيتسناها. في نهار الحنه العريس بغى ياخذ معاه مرته، ولكن عائله خديجه ما بغاوش وقالوا ليه التقاليد ديالنا حتى العرس وديها معاك. ولكن من بعد راجع شويه في كلامه وقال لهم صافي غير خليوها. ونهار العرس تعطل بزاف هو وعائلته، حتى طلعت خديجه في العماريه بوحدها
وبقاو الناس هنا مستغربين علاش فينا هو العريس ما جاش. راكم عارفين ديك الهضره ديال الناس. ملي مشات خديجه تعيش مع راجلها وميمتو بانت ليها معامله غريبه من النهار الاول. بداو كيتشكاو الطريقه ديال الطياب ديالها، طريقه اللبس ديالها، وانها كتضيع الماء والزيت والصابون، يعني باغين ليها غير السبه اللي يدوزو ليها. والراجل حتى هو غير كتحطي السيده الماكله بدا كيعيب ليها الماكله وكيقول لها تاكلي انت الاولى عاد باش ناكلو حنا. حين شاكين فيها ولات حياتها كلها شكوك ومعاملات جارحه بلا سبب ولا خطا دارتو هي. السيده ما كدير والو وكتهان وكتاكل العصا. النقطه اللي غادي تكون بحال شي صدمه لخديجه هي النهار اللي قال ليها راجلها جيبي لي لاكارت ناسيونال ديالك من داركم ويلا معايا للمقاطعه. خديجه سمعت كلامه، مشات جابت السيده لاكارت ومشات معاه. تما غيفاجئها بواحد الوثيقه مكتوب فيها التزام كيقول فيها باللي عمرها ما تفكر تخدم وانها ما تطالب حتى حاجه في المستقبل. وبهذه الطريقه بحال الا تنازلات ليه رسميا على حقها في كل شيء حتى في الشغل وفي حقوقها. وافقات وسينات، ولكن هذا الشيء خلاها مقلقه بزاف. من بعد ملي وصلها لدارهم دخلات الام ديالها عرضت عليه باش يدخل يشرب شي كاس تاي، ولكن هو كان بارد معاهم وجاوبهم بواحد الجفاف وقال لهم لا خاصني نمشي عند الحلاق باش نحسن. مشاو خلاها. خديجه قررت انها تفضفض وتشكي وبداو الدموع دايزين بوحدهم. حكات لهم على يومياتها مع المعامله القاسيه ديال راجلها وامه، وهي مازال عروسه باقي ما كملات حتى 20 يوم كامله. الام ديالها دارت فيها وقالت ليها راه هادي دار باك، مرحبا بك في اي وقت بغيتي، الا ما كنتيش مرتاحه عندهم نديروا اللازم ورجعي لدار باك، خدمي وعيشي مرتاحه. ولكن خديجه جاوباتها راني يلاه تزوجت الوالده، غادي يقولوا عليا الناس علاش رجعت، انا باغا نبني حياتي وندير وليداتي وان شاء الله كنتمنى غيتبدل ان شاء الله في يوم من الايام. وبقات كتحاول تصلح في الصوره ديالو قدام والديها ولكن بلا فايده. رجعت لدارها وكملات الحياه ديالها تقريبا داز 26 يوم بالضبط على زواجها. في واحد النهار تليفون الام ديال خديجه كيصوني، كان رقم غريب. جاوبات وسمعت معاك البوليس، خاصك لالا تجي دابا للسبيطار باش تشوفي بنتك. الام هنا تصدمات وخرجت كتجري، قالت في راسها شي مصيبه هادي، ولكن فاش وصلت تلقاتهم كيديوها لمستودع الاموات. خرجوا ليها خديجه ميته وعليها اثار ديال الضرب وكدمات في الراس والجسم وحتى الوجه. الام دخلت في حاله هستيريه. من بعد التحقيق تبين ان الراجل ديالها هو اللي قتلها، ضربها بالكيلو اللي كيعبروا به في الاسواق حتى شتت ليها راسها، وزاد بقى كيضرب ليها في وجهها حتى تقريبا الملامح ديال الوجه ديالها ما بقاوش معروفين. واعترف بجريمته وسلم راسه. المجرم فاش سولوه المحققين بدا كيدخل ويخرج في الهضره وما باينش عنده دوافع واضحه، قال غير خلافات عائليه خلاوه يدخل في حاله هستيريه ويبقى يضرب فيها. لقاو عنده الكيلو ديال العبار في الدار ومن سولوه قال لهم كيستعملوا لبعض الدروس مع التلاميذ ديالو حيت هو استاذ. مشاو البوليس للمدرسه باش يسولوا عليه، كيتفاجئوا ملي كيلقاو حتى واحد ما كيحملو. حتى المدير قال لهم انه حاول يصيفطو بحالو شحال من مره حيت كان عنيف مع الاساتذه ومع التلاميذ، ولكن المجلس التاديبي ما بغاوش يوافقوا ليه على هذا الطرد ديالو. ولكن الشهادات ديال الناس اللي خدامين معاه قالوا انه عنده سلوكات غريبه وكان كيعيش غير بالادويه ومعروف بالاضطرابات النفسيه. العائله ديال خديجه قبلوا بقضاء الله، ولكن بقاو كيطالبوا بالعداله وبان اي واحد عنده دخل في هذه الجريمه يتحاسب. حتى الام ديال المجرم اللي كانت مخبيه عليهم ان ولدها مريض نفسانيا وجابته وخطبات ليه بنت الناس وهي عارفه ان ولدها مريض. وخا الزوج اعترف، العائله شاكه ان الام حتى هي تقدر تكون متورطه وتكون عندها يد في هذه الجريمه وبغاو اعاده التحقيق معها. وفي وسط هذا الشيء العائله ديال خديجه بقات كتحكي مطالبها، قالت ما بغاتش الدم ديال بنتها يضيع وبغات العداله تاخذ مجراها، لان خديجه ماتت مغدوره في دار الزوجيه وهي مازال عروسه ما مكمله حتى شهر مقاد، وما بغاوش حياتها تضيع بهذه الطريقه. وكانوا هادو هما الاحداث المؤلمه ديال هذه القضيه واللي كتعلم بزاف ديال الدروس، خصوصا على الاختيار الصحيح للزوج والتحري قبل ما تعطيو بنتكم لشي واحد، حيت الزواج مسؤوليه ماشي لعب. الله يرحم خديجه ويصبر والديها، ونتمنى القضاء المغربي
ياخد ليها حقها حيت ماتت مغدورة. هنا كتسالي قضيتنا، ونهار نوصل لشي حاجة نجيبها لكم. قولوا لي في التعليقات على آراء ديالكم في هذه القضية. تهلاو ليا في ريوسكم، وتلاقاو فيديو جديد. بسلام عليكم.